ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا خدكم كده بجولة سريعة في سوق ليبيا. طبعا سوق ليبيا مشهور جدا في مطروح، وما ينفعش كده تروحي مطروح ما تعديش على سوق ليبيا. في كل حاجة تتخيليها، من حاجة البيت للأكل، كل حاجة تحتاجيها هتلاقيها هناك. بالنسبة لي الأسعار فيه مقارنة كده مثلا بسوق اسكندرية، لأ هي أقل شوية. في حاجات كتير سعرها أقل، وفي حاجات سعرها موحد، يعني مش أعلى برضو من برا. بس بجد الحاجات كانت حلوة قوي، وهي أحسن حاجة فيه إن كل المحلات كده جنب بعض، فكل اللي هتتخيليه هتلاقيه قدامك يعني. فانتي ممكن ما تحتاجيش ان انتي تشتري حاجة من برا. فأول حاجة كده الولد ده مثلا ما شاء الله عنده حاجات كتيرة قوي، أنا برضو جبت من عنده كذا حاجة، وإن شاء الله أصور لكم برضو كل الحاجات اللي أنا جبتها وأقول لكم رأيي فيها. والأسعار برضو اللي أنا فاكراها أقول لكم عليها. هنا برضو عنده شامبوهات وزيوت وماسكات، وعنده كل حاجة حرفيا ما شاء الله يعني. فده من ضمن المحلات اللي هناك. فانتي اللي هتتخيليها هتلاقيها عنده على طول. في مثلا الولد ده عنده حظاظات، وعنده اللي هي الشنط والبوكات اللي هي هاند ميد، والتطريز البدوي ده بجد حلو قوي. حتى تنفع كهدايا، انتي تجيبي لأي حد كده الحاجات دي من مطروح تبقى حلوة قوي، ويفضل فاكر ان هي من مطروح، هتبقى حاجة لطيفة يعني. والأسعار برضو مش غالية يعني. كان عنده البوكات دي بتبدأ من 20، فهو أصلا أرخص من اللي برا كمان يعني. من برا بيبقى من 25 حاجة و40، 45 مثلا. فهو عنده الحاجات أقل من برا، والشنط بقى من 80. وانتي طالعة 100 وي 200 وي. بس يعني كل ما الحاجة بيبقى حجمها أصغر، كل ما بتبقى أرخص شوية يعني. فهو عنده الحاجة بتبدأ ب20 زي ما قلتلك. فبجد الحاجات عنده حلوة قوي، كل الأشكال وكل الألوان. فعشان كده أنا حبيت ان انا أصور. وعنده برضو صابون بزيت الزيتون للبشرة. آم، وعنده بصوا اللي هي الحظاظات دي، والميداليات اللي هي بيبقى جواها رمل. فلقيت ان الحاجات دي برضو لطيفة اوي لو جبتيها كهدية. وزي دي شنط، يعني دي شنط كروس كده صغيرة. دي بقى باقي الحظاظات، ودي باقي الشنط. فكل التشكيلات اللي هتتخيليها هتلاقيها. برضو المحلات اللي هي الهدوم الرجالي دي سألنا فيها على الأسعار. فكان سعرها برضو أقل من برا. ودي كده شنط. وتشكيلة يعني من الحزام والكبات. بص كل حاجة حرفيا. هو أحسن حاجة في سوق ليبيا ان انتي كل الممرات فيها محلات، يعني انتي كل ما تمشي كده هتلاقي الحاجات قدامك على طول، مش محتاجة تروحي بعيد. والحظاظات دي برضو في حاجات بادئة من 5. كانت في ميداليات كده ب5 برضو لو كتبلك عليها. برضو ب5 جنيه، يعني انت تشتريها ويكتبلك عليها الاسم، يحفرلك الحاجة اللي انت عايزة تكتبيها. كل ده ب5 جنيه بس عنده. وبرضو في محلات طبعا هدوم كتير قوي. البيت هناك كتير، ومحلات الحظاظات كتير قوي. في برضو كتير في الشارع بيبيعوا حظاظات. يعني اكتر حاجة شفتها هناك هي الحظاظات، اشكال كتير والوان. وزي ما قلتلكوا بتبدأ ب5، فمنتشرة قوي هناك يعني. ده برضو واحد تاني عنده كل الحاجات اللي هتتخيليها. مستلزمات بقى البيت آه، حاجة الشعر. حاجة المدرسة برضو هناك حلوة قوي. وكاتبين اقسم بالله مفيش فصال. فطبعا لازم نفاصل، يعني مفيش حد مصري مفاصلش يا جماعة. وحاجة المصيف طبعا، يعني انا ندمت ان احنا اشترينا من القاهرة. بجد الحاجات هناك سعرها اقل من القاهرة بكتير، واحلى كمان يعني. المايو مثلا هنا في القاهرة كان ب480 و500 و600، وانتي طالعة عندهم بيبدأ من 400 جنيه، وبجد قماشته تحفة. فبجد الحاجات هناك حلوة قوي. بصوا هنا برضو شرابات بقى والدبابيس كل حاجة. وطبعا الزيتون هناك كان طعمه حلو قوي. يعني في كل حاجة تتخيليها. بصوا طول ما احنا ماشيين انا حاولت اصور على قد ما اقدر. ده واحد تاني بيبيع كده الشنط برضو والبوكات والحاجات اللي هي اليدوية دي والبدوية. التطريز البدوي يعني شكلها كان حلو قوي. فهم على فكرة كلهم واحد، يعني هي بتختلف بس الاسعار. وطبعا الأعشاب في أكتر من محل هناك بيبيع الأعشاب وزيت الزيتون طبعا، يعني كتير جدا، والزيتون نفسه.
بأشكال وأسعار مختلفة. بصوا بقى الكوتشيات اللي هناك والحاجات كانت حلوة بصراحة، او انت طول ما انت ماشية انت بتبقي عايزة تشتري كل حاجة. وقفنا بقى نشتري نعناع، واشترينا برضو التوابل للمطبخ. عايزة اقولكوا ان هي كانت حلوة قوي. عنده توابل يعني مشكلة كده هو عاملها. بس طعمها حلو، يعني احنا لما جربناها لما روحنا حسيت ان ادت طعم مختلف للاكل عن التوابل العادية اللي انت بتشتريها. فبجد كانت حلوة قوي، من الحاجات اللي انا مبسوطة ان انا جبتها بصراحة.